ضم مانشستر سيتي رسميا البرازيلي دانييلو بعقد ل5 سنوات قادما من ريال مدريد. الموقع الرسمي للنادي نشر الخبر على صفحته بعد تجاوز اللاعب الفحوصات الطبية، مشيرا إلى أن ابن ال26 التحق بزملائه الجدد في جولة المان سيتي في أمريكا. وذكرت التقارير الصحفية أن صفقة انتقال دانييلو بلغت 26 مليون ونصف المليون جنيه استرليني. لا نعلم نهن ريال مدريد أم مانشستر سيتي بهذه الصفقة. قبل مواجهة مانشستر يونايتد في كأس الأبطال، صرح زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن نجم الفريق كريستيانو رونالدو مرتاح مع النادي الملكي، وأنه سيستمر رفقة الميرينجي ل3 أو 4 سنوات قادمة. كان هناك الكثير من الحديث حول رونالدو بأنه يريد مغادرة الفريق. أنا أؤمن بشيء واحد فقط، هو أنه حينما أتحدث معه أشعر أنه مرتاح. هو الآن في عطلة، وقال أنه سوف يلتحق بنا في 5 من الشهر المقبل. الشيء الوحيد الذي أهتم به هو ما يريد القيام به مع ريال مدريد. رونالدو سيكون معنا بداية الشهر المقبل، وأعتقد أنه سيستمر مع النادي ل3 أو 4 سنوات قادمة. فيما أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد عن اعتقاده أن مواطنه رونالدو ليست لديه رغبة في مغادرة ريال مدريد، وأضاف أن الاستعداد للموسم المقبل مع فرق كبرى يعد أمرا مفيدا للغاية. أعتقد أن رونالدو كان واضحا بشأن حبه لريال مدريد، فهو لاعب يحب التحدي ويبدو أنه مرتاح مع الفريق حتى الآن. لم أشعر أبدا برغبته في ترك النادي، إذن لماذا علينا إهدار الوقت والطاقة من أجل توقع ذلك؟ استعدادا للموسم الجديد أفضل اللعب مع فرق كبرى، ولكن بالنسبة لي النتائج غير مهمة في مثل هكذا مباريات. العمل هو المهم. أنا أعطي دقائق أكثر للاعبين من أجل فهم الكثير من الأشياء، واللاعبون يحصلون على خبرات أكبر.